هلا والله بالمتابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايب قلبي تشاهدون فيديو اليوم، ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدي نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل على محمد وآل محمد، كل ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله حبايب قلبي. ورجعت لكم بطريقة الكليتشة. هنا مثل ما واضح حبايب قلبي خليت طحين 3 كيلوات حبايب قلبي، وكل كيلو طحين ياخذ منه كوبين دهن. هنا خليت هيل مع الكليتشة، هنا طحنتهم، وهيل إصحاح ودارسين طحنتهم بيدي يعني بالطاحونة. وخليت كوب حليب مثل ما واضح حبايب قلبي، العفو. وخليت رشة ملح ونروح الموتانة. وهنا نخلطهم المواد الجافة. وهذا الحليب اللي استعملته خليت كوب واحد. وهنا بدينا نخلط دهن حبايب قلبي. هنا خليت يعني كل كيلو ياخذ منه كوبين دهن. أنا خليت كوب دهن وكوب زيت، فايش أخذ منه يعني ل3 كيلوات أخذ 6 أكواب زيت ودهن سوا يعني حبايب قلبي مثل ما واضح لكم. وهنا خليت ظرفين باودر وظرفين فانيلا. ما متصور عندكم بالفيديو حبايب قلبي، ممسوح الفيديو اعذروني. وهنا مثل ما واضح عاد اخلي يعني كل كيلو كوب دهن وكوب زيت. وهنا بدينا نفتت بالطحين، نجانس الدهن والطحين سوا حبايب قلبي. اعذروني حبايب قلبي، انا يعني مقدمت لكم الفيديو كلش يعني قطعت منه لان يصير كلش طويل، فحبايب قلبي اعذروني. هذا يعني راح يصير الفيديو 13 دقيقة، فاعذروني اذا يعني تملون من مشاهدته او طويل يصير عليكم، اعذروني. يعني خليت لبن او روبة حسب التسميات، كوبين لبن ما كان متوفر عندي يعني بس هذا اللبن يعني، فضفته فظل يعوزني شوية. فايش خليت مي بمكان مي دافي يعني وعجنت الكليتشة بمي دافي كملتها حبايب قلبي. الكليتشة يعني عجينة الكليتشة ما تحب يعني عجن هو يعني بس مجرد يتلابس المواد وبهذا الشكل. انتصل وياكم من هذا الحد يعني العجينة مالت الكليتشة هاي تخلونها ترتاح بعد ربع ساعة 10 دقايق. احنا ما خلينا لها خمرة يعني بس باودر وفانيلا، يعني بس مجرد ترتاح وتبدون تشتغلون بها حبايب قلبي. انا ما احب اخلي خمرة يعني على الكليتشة فتصير يعني شان المعجنات فما تصير طيبة، مو مثل يعني ساعات طريقتي كلش طيبة، انصحكم تجربونها. تصير مثل الرملية، وقد ما تظل عندكم بالفريز ما عليها اي شي يعني تظل مدة اطول يعني 3 اشهر 4 اشهر ابد كل شي ما عليه. احتفظوا بيها بمكان بارد ابد ما عليها شي. وهنا بدينا بالتمر، هنا التمر يعني فلسته وكملته حبايب قلبي. وهنا بديت يعني شوي خليته يعني على الطباخ وخلت له الدهن حبايب قلبي، وخلت له بهارات الكليتشة دارسين وهيل، وخلت له سمسم هم محمص. أنا يعني يعجبني كل شي يصير طيب يعني أضيف السمسم على التمر على حشوة التمر. وهنا السمسم هم سهيته شوية على النار حبايب قلبي مثل ما واضح عندكم. وهنا هذا الفيديو كان يصير بالأول بس يعني صار بنص الفيديو عادي حبايب قلبي. هاي يعني الحلقوم والباودر والفانيلا وهيل الكليتشة حبايب قلبي. وهنا يعني طحنتهم بالطاحونة حبايب قلبي. وهنا بدينا نشتغل بالكليتشة بدينا نسوي بيها. وهنا قاعدة أصور لكم يعني مواد الكليتشة حبايب قلبي. وهنا بدينا قطعتهم العجينة مالت الكليتشة قطعتهم كلهم أو شنقتهم حسب التسميات حبايب قلبي. خلتهم شوي يرتاحون وبديت أفتح بيها بالشبك بهذا الشكل. هنا يعني خليتها بالصينية حبايب قلبي. هاي الطريقة كلش سهلة وبسيطة ويعني ما تاخذ منكم وقت، يعني اللي مستعجل يعني يريد يخلص بسرعة كليتشة يعني هاي الطريقة كلش سهلة وبسيطة. هنا بديت فتحت العجينة حبايب قلبي مثل ما واضح بالصينية.
وهنا فتحت التمر حبايب قلبي مثل ما واضح عندكم. يعني هاي الطريقة كلش سهلة وبسيطة يعني وما تاخذ منكم وقت، يعني فواحد إذا مستعجل يعني عالسريع يخلصها. وهنا فتحت يعني طبقة الثانية العجينة مثل ما واضح حبايب قلبي. هنا أخذت لكم مقتطفات يعني من الشغل بالكليتشة، لأن كلش الوقت تأخر. وهنا بهاي مالت بطاطا يعني سويت بيها هاي النقشات حبايب قلبي، تصير قصة بغلاوة كلش حلوة. هنا الوقت كلش متأخر يعني بديت بيها يعني ب9 بالليل تقريبا لل1 بالليل يلا كملتها، لأن أنا بواحد يشتغل بيها. وسويت هاي النقشات وهاي الحركات بهاي مالت البطاطا حبايب قلبي. وهنا هم قاعدة أسوي لكم واحد تلوخ حتى تشوفون إن شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة، وكلش النقشات كلش حلوة مالت الكليتشة. وهنا بدينا ندهن بالصينية بس بيض حبايب قلبي، أنا استخدمت ما خليت أي شي يعني على البيض، مجرد بيض ودهنت الوجه مالت الكليتشة. بس تشوفون شلون صار شكلها كلش يعني حلو ومقرمشة. وهنا هاي صينية اللخ همينة حبايب قلبي. وهنا هم بدينا نقصقصهم بهاي الطريقة يعني نسويلهم نقشات. حبايب قلبي احذروني إذا الفيديو صار كلش طويل عليكم، يعني هاي كلش سهلة وبسيطة والطعم كلش يصير طيب يعني كأن تاكلين بقلاوة هيجي مرتبة وناسكة تصير يعني بهاي الطريقة. فانصحكم اللي بعد ما تسوي كليتشة يعني يستخدم هاي الطريقة. يعني أنا شوي الوقت تأخر ولا كان يعني سويت يعني كل شي نقشة يعني، بس الوقت كلش تأخر حبايب قلبي، لأن 3 كيلوات ما شاء الله كمية يعني طحين، والوقت تأخر تقريبا ما خلصتها يعني مع الشوي ل2 بالليل يلا خلصت حبايب قلبي. وهنا هاي شكلها ما شاء الله كلش مرتبة وناسكة وحلوة. هنا هم هاي سوينا هاي الحركات يعني هي بنفسها يعني مالت البطاطا، وقطعت البطاطا يعني تنطي جمالية كلش حلوة للكليتشة. حبايب قلبي اعذروني على الأصوات اللي تطلع بالفيديو. ما شاء الله يعني الساعة 12 بالليل أنا قاعدة أسجل لكم الفيديو حتى ينزل لكم إن شاء الله الظهر بالوحدة هيجي الوقت. حبايب قلبي وهنا البنات هم مساعدني شوية بالكليتشة. وهنا بديت أحشي مالت الحلقوم. هاي الحلقوم يعني أخذته من المحل اليمي فملاون، مو يعني ما أخذته خاص مال كليتشة حبايب قلبي، محل غريب علينا فيبيع هيجي يعني حلقوم للسرعة يعني واحد يخلص على وقت. وهاي صينية الثانية هم حبايب قلبي، الثالثة هم بديت أنقش لكم إياها بهاي الطريقة، فكلش حلوة هاي النقشة صارت يعني انطت جمالية وكلش حلوة للكليتشة. ان شاء الله ما تملون حبايب قلبي من الفيديو لان صار كلش طويل عليكم، اعذروني حبايب قلبي. وهنا هم سويت يعني على شكل فلونكة، هاي اول مرة يعني اجربها هاي على شكل فلونكة حبايب قلبي، فضبطت بيدي بس مو كلش يعني صارت هي سهلة وبسيطة، بس عبن اول مرة اسويها فما ترتبت كلش يعني بيدي حبايب قلبي. هي الحياة تجارب يعني اليوم شوي تعرفين باكر تتعلمين ان شاء الله عليها. فحبايب قلبي اللي حد يعني يقلد عليها او يشوفها يعني اكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم اول مرة يعني اسوي هذا على شكل فلونكة.
بس كلش حلوة صارت، خص يعني من انشوت يعني كلش يعني صارت حلوة وجمالية. يعني هذا شكلهم بعد ما كملتها. هاي الصينية. أنا والبنات يعني كل واحد يعني يعني واحدة سوت على شكل حبايب قلبي. يعني هاي البنات سوون هاي المعيون وعلى شكل دونات وعلى شكل وردة. اكتبوا لنا شنو رايكم بهاي تشكيلة الكليتشة حبايب قلبي. وهنا هاي سوتها متمر يعني على شكل خفيف يعني حبايب قلبي. وكلش صارت يعني طيبة الكليتشة. انصحكم بهاي الطريقة الكليتشة حبايب قلبي، وتقاوم أكثر مدة يعني تخلونها بالمجمد يعني تطول عندكم فد 3 أشهر 4 أشهر، وتجون تطلعونها كأنكم توكم شاوينها وتوكم مسوينها. وهاي على حبايب قلبي شكلها بهاي مالت الكليت العفو مالت الكيك. يعني هاي قاشطات يعني مالت كيك، أنا أشتغل بالكيك يعني، فعندي هاي الشغلات يعني، فقمت طلعتهم وسويت بيهم يعني كم شغلة فادوني يعني أسوي بيهم. كلش حلوة يعني تنطي جمالية حبايب قلبي. أنا شاركتكم من كل نقشة يعني يعني قطعتين 3 حبايب قلبي. واكتبونا شنو رايكم بهاي تشكيلة الكليتشة أو ياهي عجبتكم حبايب قلبي. وهنا هاي الصينية دهنتها بالبيض حبايب قلبي. ما شاء الله كمية كلش يعني صارت يعني 3 كيلوات طحين، كمية كلش. فتحتفظون بيها بالبراد أو المجمد حبايب قلبي تطول عندكم أكثر مدة. فواحد كل ما يشتهي أول صبح يعني يطلع مع اللبن. كلش طيبة الكليتشة حبايب قلبي. وهنا ها شكلها بعد ما انشوت ما شاء الله شلون يعني صار شكلهم كلش حلو ويشهي. وألف عافية علينا وعليكم حبايب قلبي، وعيد مبارك علينا وعليكم حبايب قلبي، وينعاد علينا بالصحة والعافية ولا فاقد ولا مفقود حبايب قلبي إن شاء الله. وهنا هاي سويتها على شكل يعني ما حشيتهم كل شي يعني عشان نقول شكل براشيم حبايب قلبي حسب التسميات احنا يعني نسميها على شكل براشيم. فبس عجينة وخليتها بس سمسم وفتحتها بالشوبك وصارت بهاي شكل الأقراص حبايب قلبي. وهاي شكل الكليتشة حبايب قلبي كملت. وسهمنا وسهمكم والف عافية. وإذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك حبايب قلبي. وهاي كمية الكليتشة بالكامل. واكتبوا لنا شنو رايكم بهاي الكليتشة حبايب قلبي، وإن شاء الله تجربون هالطريقة وهم تكتبوا لنا بالتعليقات. أشوفكم بخير حبايب قلبي ومع السلامة. انتظروني في فيديو جديد.